الاستاذ بيقول لي انت بتاخد كام في الحلقه؟ لا والله يا فندم، هو اللي كان بياخد لما مؤاخذه في الحلقه كان يسوع، لما كان بيروح يعالج واحده، ما دي بالنسبه له برضه حلقه، فكان بياخد بحسب النص الكتابي في انجيل لوقا 8:3 ونساء كثيرات كنا يخدمنه من اموالهن. تفسير تدرس يعقوب مرتي بيقول ان الخالق لم يستنكف من ان تعوله النسوه باموالهن. فحضرتك يعني قبل ما تيجي تبق معانا روح شوف الهك اللي كان بتصرف عليه لا مؤاخذه الستات بيأكلوه ويشربوه ويلبسوه. لكن الروح أصر إن ده يتسجل في الإنجيل للخليقة وللأجيال كلها، إن الستات دول كانوا بيمشوا معاه وكانوا بيصرفوا عليه، يعني ببساطة شديدة كانوا بيأكلوه. ما يصرفوا عليه في إيه؟ بيأكلوه. طبعا شيء مذهل جدا يكسف. اهلا بيك يا استاذ. كلنا ملك لله، كلنا ملك لله. فيصرفوا على الاله الذكر عندك، يعني ما هو كان ذكر عادي، يعني كانوا بيصرفوا عليه، بياكلوه ويشربوه وكده صح، وكانوا بيلبسوه بحسب التفاسير المسيحيه. يعني انت الهك لحم كتافه من خير النسوان دي، والمشكله ان النسوان دي كانت شغاله شغل شمال، يعني مريم المجدليه دي كانت شغاله شمال، مش انت عارف كده ولا مش عارف؟ الله يهديهم.